السلام عليكم خوتي وخياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه البيتزا كاري، تجي مقرمشه وتجي بزاف هايله والمكونات موجودين في كل بيت. نبداو على بركه الله في الوصفه. هنا الحاجه الاولى عندنا الفرينه. هنا انا الفرينه درت 600 غرام نتاع الفرينه، ودرت 200 غرام تاع السميد متوسط، صافي كلش عندنا 800. وإلا حبيتو ديروا بالكيله ديروا 2 كيلات فرينه بكيله تاع سميد متوسط. فوالا، انا هذه الكميه حتخرج لي 3 سنيوات. درت معاها مغرف كبيره نتاع خميات الخبز، درت معاها مغرف صغيره تاع السكر كما كتشوفوا. فوالا، نخلطوا هذه المكونات مع بعض، يعني النواشف نخلطوهم مع بعض هكذا كما كتشوفوا. فوالا، دوك هنا نديرو الملح ديالنا، بيان سور نديرو مغرف ماشي معمره تاع الملح، ونديرو نص باكي تاع خميرات الحلويات اللي هي 5 غرامات. فوالا، اللي هي تخلينا لا بيتزا تاعنا تجي مقرمشه وتجي فيها الهشاشه. فوالا، هنا نديرو نص كاس تاع الزيت كيما كتشوفوا. وهنا اللي حاب يزيد لها حبه بيض يزيد لها، هي الوصفه الاصليه ما فيهاش البيض، بصح اللي يحب يدير لها البيض يدير لها، ما كاش مشكل، ديروا لها حبه بيض كامله. فوالا، تكون ما الحبه البيض ما تكونش في الفريجيدير، تكون على درجه حراره الغرفه، يعني في الكوزينه، ما ديروهاش بارده، باسكو هي اللي حتخلي لكم العجينه ما تطلع لكمش. بعد ما خلطنا هذه المكونات اللي درناهم، نجي نطم بالماء الدافي، ماشي ماء سخون، ماء دافي مهم باش تسرع لكم عمليه التخمير. فوالا، نديروا الماء كما كتشوفوا، نطمها بالماء بيان حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. العجينه تاع البيتزا ما تليموهاش متماسكه، لازم تكون طريه شويه باش تجيكم خفيفه وما تجيكمش معجنه كما يقولوا، تجيكم خفيفه. كيما كتشوفوا هنا نطمها بيان تتحصلوا على عجينه تكون طريه. ندلكها شويه باش تعطينا اون بات ليس، ندلكها بيان شويه. واللي حاب يزيد لها هنا كاضافه، اللي حبيتو تضيفوا لها مغرف كبيره تاع غبره الحليب، وفي الاخير تقدروا تضيفوا لها مغرف كبيره تاع الزبده، تمد لكم الهشاشه وتجيكم شابه. يعني انا بعد ما طميتها نحطها في الباسينه ونغطيها ونخليها بجهه باش تخمر لي. هنا نجي نوجد لاصوص طوماط. هنا عندنا نص حبه تاع بصل تكون غابي، عندنا 3 فصوص تاع توم يكونوا كبار، مغرف كبيره تاع الطوماطيش تاع الباطا. فوالا كيما كتشوفوا هنايا. ونزيد ندير لها هنا حوالي كيلو نتاع طوماطيش تكون بيان طايبه، ما تكونش يعني خضراء. نحيوها. انا هنا كنت رحيتها وكنت مخبيتها في الفريغو. فوالا، جبتها واستعملتها. هنا ديروا اذا عندكم رند وزيت راه ديروا، انا ما كاش عندي، ديروا ملح فلفل كحل شويه اكري، وبيان سور طماطم تاع باطاني قلت لكم ديروها، حطوها طيب. هنا الزيت ما نديروش في الاول حتى كي يطيب لنا لاصوص طوماط ونرحيوها باش نديرو الزيت. علاش ما نديروش الزيت في الاول؟ باش نحافظوا على التحميره تاع لاصوص طوماط تاعنا. فوالا، هنا بعد ما خمرت لي العجينه تاعنا واش نديرو؟ نحكموا العجينه كامل، نوزنها. واش عطات لي انا كيما هذه الكميه عطات لي كيلو و500. كي وزنت هذه العجينه كامل عطات لي كيلو و500. هذيك كيلو و500 قسمتها على 3، خرجت لي في كل كريه خرجت لي 380. في كل كريه 380. يحب يقول خرجت لي 3 كما كتشوف 3 عجائن، وزنتهم كل العجينه قسمتها على هذيك لاباط كبيره، قسمتها على 3. هنا علاش نوزنوها؟ باش تجينا البيتزا تاعنا كامل كيف ما تجيش وحده رقيقه وحده خشينه، فهمتوا؟ فوالا، هنا نكبروهم نحطوهم بجهه، من بعد نجيبو السنيوه تاعنا الاولى 30 على 40 كما كتشوفوا. ندهنها مليح هنا بالزيت، و ميم طون راني نشعل الكوشه تاعي على اعلى درجه. لازم الكوشه تاعنا تكون بيان سخونه. ونحكم العجينه الاولى نبلاطيها بيان في السنيوه تاعنا كما كتشوفوا. هنا اذا حبيتوا حلوها فوق السميد فوق لو بلان دو طرافاي، فتحوها وحطوها ديريكتومون في السنيوه، ولا ديروا كيما انا راني ندير، حليتها قبالة في السنيوه حتى تحصلوا على قوام يعني سمك واحد. نجيبوا لاصوص طوماط ديالنا نفرشوها كامل على السطح، ومن بعد نخلوها تريح حوالي 10 دقائق، وندخلوها للكوشه حتى كطيب. الكوشه تكون سخونه حتى كطيب من تحت،
نخرجوها كما انا يعني دوكا طابت لي خرجتها، زينتها بهكا بشرائح تاع فلفل حلو. اذا حبيتو زيدوا لها زينوها بشرائح تاع بصل. انا درت لها هنايا زيتون ايفيلي خضر مقطع، درت لها شويه معدنوس كما كنتو تشوفوا هكذا. فوالا زيدوا زينوها هنا بالفرomاج غابي، ولا كان عندكم شويه طون ديروا لها شويه طون. انا ما درت لهاش، درت لها هذوما اللي شفتوهم معايا. والاضافات ديروهم كيما حبيتو نتوما، واش حبيتو نتوما ديروا الاضافات. انا هذا واش كان عندي في الدار، واش توفر درت، وانتوما ديروا واش حبيتو. فوالا في الاخير نجي نزينها بلا مايونيز زيكزاك. فوالا وجيدوا له حبه زيتون كحوله. انا هنا نسيت باش ندير، مي معليش نتوما تحبوا ديروا زيتون ديروا، تحبوا ما ديروش. كاضافه اخرى تقدروا ديرها مايز كديكور في الاخير. وبالصحه والراحه. هذه هي بيزا تاعنا تاع اليوم، خفيفه ظريفه وتسلكوا بها حوالكم. فوالا انا نقص معكم حبه باش شوفوا شحال جات رقيقه وجات بزاف هشيشه. نتلاقاو في وصفات اخرى، مع السلامه.